سلام البنات، هاني جيتكم وليت لكم بوصفه جديده اللي هي وصفه المحاجب ولا المشاحمه المختومه، كل واحد وش يقولوا لها بطريقه تاع الغربال. طريقه سهله وبسيطه حاره وبنينه بزاف، لازم عليكم تجربوها. تعطوني رايكم في لي كومونتير. هنا حطيت مغرف صغيره سكر باش يعطيها هذاك اللون الذهبي. حطيت مغرف تاع ملح، حطيت كيلة تاع ماء، 2 كيلات تاع دقيق ولا سميد املس، وماذا بكم تخيروا سميد يكون ذات نوعيه وجوده مليحه، باسكو الا ما كانش مليح راح يتقطع لكم وراح يتعبكم بزاف في العجين. ونخليوها تتعجن، وهاد الطريقه تنجموا ديروها تاني في بالمكسور. راح نعد لكم القوام تاعها شغل تولي تتكسل. كي تولي تتكسل نزيدوا لها هذاك الكيله نتاع الفرينه، نزيدوها لها كما راكم تشوفوا. كي ولات لي هكا العجينه القوام تاعها مليح وتتكسل، نزيدوا لها الفرينه. تتعجن ويولي القوام تاعها مليح، ونخلوها اقل شيء نصف ساعه. كما هنا كنت نعت لكم في الحشو. كرحيتو كنت رحيت واحد 7 حبات هكا زرونديه، و3 حبات كبار بصل وفلفل حار. كنت رحيت 2 حبات فلفل حار، حوالي مغرف كبيره من الشحمه. وكان اللي يحب يدير اللحم مرحي ثاني نورمال، كل واحد وش يحب يدير فيها. وهنا حطيت حوالي ملعقه كبيره نتاع طماطم معلبه، وحطيت الملح حوالي كذلك ملعقه كبيره. ما نديرو فيها ني ثوم ني والو، شغل هذه هي الوصفه الاصليه نتاع الحشو تاع المحاجب. هنا قاعد نخلط فيها. شوفوا كاين اللي يحب يديرها بارد في بارد، شغل يحشي المحاجب ولا المشحمه بلا صوص تكون بارده بلا ما يطيبها. كاين اللي يحب يطيبها كيما انايا، رحت طيبتها وزدت لها الزيت، سلا حوالي ملعقه كبيره تاع زيت ولا 2 ملاعق كبار نتاع زيت، وقليتها وغطيتها وخليتها تذبل مليح هذيك الزرونديه مع البصل. انا بعد ارتحت العجينه تاعي مليح، خليتها حوالي ساعه ونص. خرجتها من هذيك الساشي ودرتها في ساشي وقاعده نحط فيها في القصعه. البنات هاد العجينه ما تحتاجش الخميره، باسكو الخميره ما حدير لها والو، برك تبقى تتقطع وكاع، وماشي ما هيش تاع خميره هاد العجينه. وكل ما خليتوها ترتاح وكل ما احسن. عندنا نديرو الزيت في يدينا شويه، ونديرو الزيت في العجينه كذلك. نبداو نكورو في الكويرات تاع العجينه تاعنا تاع المشحمه تاعنا. ما ننساوش كي نكملوا نكورو كاع الكويرات نروحو ندهنوهم بالزيت، ونجيبوا العجينه تاعنا ونبداو نفتحوا فيها. كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش راهي تفتح بكل سهوله، ما تعييكم ما والو. صراحه تحبوا تفتحوها بالفرينه ولا بالزيت كما تحبوا نتوما احرار، ولكن تاع الزيت انايا ما تعبني شويه، سما تاع الفرينه احسن. وهنا نفتحوها فوق الغربال كما راكم تشوفوا. وين كانت عندي ثقب، نحاول اني نجبدها بالعقل على الغربال ونحطها بجيه ونفتح الاخرى دوزيام. وماذا بكم حبيباتي كي تكونوا رايحين تحطوا الحشو، حطوه هو بارد باش ما تتقطع لكمش هذيك العجين، خاصه الا كنتوا حالينه بالزيت. الا كنتوا حالين العجينه بالزيت تما هذاك الحشو كيكون سخون ورايح يقطعها. وكذلك الزروديه ماذا بكم تكرفجوها ولا ترحوها تكون رقيقه باش ما تقطع لكمش ثاني العجينه. من بعد نحاولوا انه نضغطوا بصبعنا على العجينه قبل الحلال، باش كي تكونوا تقطعوا فيها بالحلال ما تتحللكمش الطبقتين. وهذيك العجينه اللي كنت نحيتها يعني المتبقيه، مانيش راح نرميها، راني راح نعاود نعجن بها عجينه اخرى. بعدها نديروا الزيت فوق العجينه، ونديروا الزيت في الطاجين اللي هو يكون سخون من قبل ماذا بيكم، والنار تكون يعني نار متوسطه.
وغير من تشوفوا العجينه نشفت لكم راكم رايحين تقلبوها باش هكا تتنفخ لكم. ومن تشوفوها تبدا تتنفخ هكا بشويه تبداو تخبطوا فيها بيديكم هكا بشويه ولا بمغرف باش تعاونوها باش تنفخ اكثر. شوفوا هنا كيفاش نفخت لنا. الله الله. راني راح نعاود لكم نفس الخطوات باش تزيدوا تفهموا اكثر. حباباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونكونوا كملنا المحاجب تاعنا والمشاحمات تاعنا بطريقة أصلية وبسيطة وسهلة حتى على المبتدئات. ما تنسوش حباباتي الجام والاشتراك باش نكملكم في هذا المحتوى واضغطوا على الجرس باش يصلكم كل جديد. وألقاكم في فيديو جديد بصحة وعافية إن شاء الله. وهنا مرام أحبت الذوق المشحمة وتعطيكم رأيها فيها.